ازيكم يا حلوين؟ النهارده ان شاء الله غدانا جمبري. تعالوا مع بعض نعمله بطريقه سهله وبسيطه. بس الاول ننضفه ازاي. نشيل الشنبات الطويله دي اللي هنا دي، نشيلها نقصها بالمقص. ونيجي في الظهر بقى من هنا بالظبط كده نشيل كيس الرمل. نشيله بقى ازاي؟ شيلناه بالشوكه اهو. نحاول بقى نشده كده اهو. شايفينه اهو اهو. بيطلع بكل سهوله، بشوكه بقى، بخله، باي حاجات من دي اهو. كده نضيف خالص اهو. اهو نشوف واحده تانية. من الظهر، من فوق، من هنا، ونعمل كده ونسحبه اهو اهو. ده كيس الرمل اهو، بيبقى لونه اسود خفيف كده. ونشيل منه الشلوات بتاعته ونركنه. نجيب واحده تانية نقص الشنبات، ونيجي على الظهر بالشوكه ونسحبه. نيجي من الظهر من هنا كده وبين اهو من جوه اهو كده ظاهر اهو. نسحبه بقى كده بشويش اهو. طلع كيس الرمل اهو. ده كيس الرمل، حاجه رفيعه كده. ونركنه. ونجيب حاجه تانية اهو من هنا كده ومن الظهر كده بشويش ونسحبه. ونقص الشنبات ونركنه. هعمل دول نرجع تاني. وكده عملناه كله وشلنا منه كيس الرمل. نغسله بقى كويس وبعدين نحط عليه نحط عليه ليمون وبعد ما غسلناه عصرنا عليه ليمون وسيبناه شويه لما حضرنا الحاجات التانية. ايه الحاجات التانية اللي حضرناها؟ تعالوا معايا. جهزنا بصلتين كبار وفصين توم مهروسين وكام قرن فلفل كده على شطه على حسب ما انتوا عايزين. ونجيب طاسه او الصينيه اللي هعمل فيها على طول. اول ما تسخن كده وتنشف ننزل فيها بالزيت وبعدين نكمل بقى بقيه الحاجات التانية. نحط بقى الزيت، معلقتين 3 زيت كده على حسب رغبتكم اهو. وبعدين بقى لما يسخن ننزل بالبصل ننزل بالبصل حلقات. مفيش نص دقيقة كده وننزل بالفلفل. ننزل بالفلفل برضه تشويحة كده.
وبعد كده ننزل بالثوم ونشوح برضه. لما ريحه الثوم تطلع ننزل بالصلصه. واللي متابعني بيعرف ان انا بعمل صلصه على طول جاهزه. نحطها ولما تفك هعرفكم هنعمل ايه. كده الصلصه فكت شويه اهي. ننزل بقى بالبهارات والملح ونسيبها تاخد تدي مع نفسها شويه كده ونكمل في كاكان ونجهز الرز. دي الحله اللي هنطبخ فيها الرز. نحط فيها معلقتين زيت ولما يسخن هننزل بالرز. الرز يكون مغسول ونضيفه حلو وناشف من الميه. ناخد منه بقى ونحط في الزيت نشوحه شويه كده عشان يفلفل يبقى حلو. وبعد ما شوحناه ننزل بقى بالميه عليه. انا بقيس الميه بتاعه الرز بالمعلقه دي، بحط المعلقه في نص حله الرز واكمل بقى ميه لعند المعلقه ما يبقى الجزء ده كله نازل في الميه اهو. ونضيف بقى الملح ونغطي عليه على نار عاليه. نيجي بقى نشوف اخبار الصلصه ايه. هي كده تمام وزي الفل، حلو قوي. ننزل بقى بالجمبري. مغسول ونضيفه زي الفل. ونشوحه بقى كده تشويحه بسيطه، يعني كله يتغرق في الصلصه. بس احنا مش هنسويه على البوتاجاز، احنا هنسويه في الفرن. اهو. ونضيف له بقى الميه المغليه قيمه كوبايه ونص او كوبايتين ميه كده. بحيث ان الجمبري كله يكون غطس في الميه اهو. ياخد غلوه بس على البوتاجاز وننزله على طول في الفرن. وكده الرز اتشرب ميته اهو وطلع بخار اهو. هنهدي عليه بقى. والجمبري كمان غيده جامد اهو. هنطفي عليه بقى وندخله الفرن. بسم الله. ربع ساعه بالكتير قوي ونطلعه. وكده الرز جاهز. وكمان السمك كده جاهز. بس كده، باي باي.